نرحب بسيادة وزير المالية، حابب هيك لكم كلمة بمناسبة هذه الخطبة إن شاء الله، نتبارك فيه نسمع منه إن شاء الله. تفضل. الله يبارك فيكم يا سيدي. السلام عليكم اخوتي الكرام. انا اجيت اسلم على الشيخ واقول له، يعني هو ذكر وزير الماليه في الخطبه، فحبيت اقول له انا وزير ماليه معكم وواحد منكم وخادم لكم. وذكر ايضا المدارس الشرعيه، واعتقد هذا واجب مهم علينا كلاتنا ان نساهم في دعمها، لكن احنا من جهتنا كدوله ان شاء الله المدارس الشرعيه ضمناها ضمن مدارس الدوله، وبالتالي ان شاء الله الاساتذه الكرام الذين يعملون في هذه المدارس الشرعيه يعاملون معامله المدرس في مدارس الاخرى، وبالتالي سيكون لديهم يعني دخل شهري ثابت. التبرعات الكريمه ضروريه مهمه لانها ايضا تساعد، وانما واجب الدوله ايضا ان تكرم هؤلاء، لانهم كما ذكر سماحه الشيخ في حديثه هؤلاء يخرجون ابناء صالحون مهندسون واطباء وما شابه. نحن اخوتي الكرام في هذه الدولة نريد أن نكون شركاء لكم. بناء سوريا الحديثة، بناء سوريا الجديدة التي يرضى الله عنها، ستكون بهذا التعاضد وهذا التكافل وهذه الشراكة ما بين الدولة والقطاع الأعمال والمجتمع. نحن كلنا شركاء، وأنا كثير أسعد عندما أرى يوما بعد آخر هذا التكافل الاجتماعي، هذا التعاضد الاجتماعي، هذا اللحمة الاجتماعية اللي عم ترجع تبنى. النظام البائد أفسد مجتمعنا لمدة 60 عام، ونحن سنصلحه بإذن الله. نحن سنصلحه بإذن الله. نحن سنصلحه بإذن الله، وسنصلح المجتمع ليكون مجتمع قائم على الأخلاق والقيم، وقائم على المواطنة، وقائم على طاعة الله ورسوله، وقائم على العمل الصالح. فنحن في هذه الدولة الجديدة نعمل لديكم، وإذا أخطأنا سامحونا، وإذا اجتهدنا سنجتهد إن شاء الله. ما أود أن أقوله كوني أنا وزير المالية فأتكلم بالشأن المالي. نحن نظام الضرائب تبعنا ليس نظام جباية. نحن ليس هدفنا الجباية ولا القهر. وزارة المالية كانت وزارة جباية ووزارة قهر. وزارة المالية اليوم وزارة تنمية وشراكة وبناء. وبالتالي كثير من الإخوة، طبعا نحن في المنظومة الضريبية اللي عملنا عليها هدفنا كان ليس هدف أنه نجمع الأموال أبدا، هذا هدف يجي ترتيبته في مرحلة متأخرة. هدفنا الأول كيف يمكن أن نساعد الصناعي، كيف يمكن أن نساعد التاجر، كيف يمكن أن ننمي المجتمع، كيف يمكن أن نساعد في بناء مدارس، بناء مشافي، كيف يمكن أن إعادة الخدمات الأساسية إلى ما شابه. حاجتنا للأموال ليست هدفها أن نقدس الأموال، حاجتنا للأموال أننا نصرف هذه الأموال في مطرح يرضي الله ورسوله ويخدم المجتمع. وبالتالي نحن عملنا تعديلات كبيرة في النظام الضريبي. واحدة من أهم الأشياء اللي عملناها غير أنه خفضناها، وغير أنه ألغينا فرق الاستعلام الضريبي التي كانت تقهر الناس وكانت تذل الناس. ألغينا كل هذه الأشياء السلبية وخفضنا الضرائب بنسبة كبيرة جدا إلى أصبحت يعني الأقل على الإطلاق بين دول المنطقة، لكن أدخلنا مفهوم المسؤولية المجتمعية، وهذا ما أود أن أركز عليه. نحن في النظام الضريبي قدمنا عفاءات كبيرة للتجار والصناعيين إذا أنفقوا في وجه الله خيرا، إذا أنفقوا في عمل الخير، إذا أنفقوا في المسؤولية المجتمعية وفي مناطقهم ومجتمعاتهم. التاجر من دوما منعفيه 25% من الضريبة تبعك إذا أنفقت ال 25% هي في مجتمعك، مدرسة، مركز أبحاث، عمل خير إلى آخره. فنحن إن شاء الله عازمين أنه هذه السياسة المالية لا تكون ليس سياسة مالية، تكون سياسة مالية تخدم الناس وتساعد الناس. وسوريا بإذن الله لخير طالما في هذا الناس الطيبين ونسمع هذا الكلام الطيب، طالما هذه المساجد عامرة بإذن الله سوريا إلى خير. ما أود أن أختم به، نحن نحتاج أن نتكامل مع بعضنا البعض. الدولة لحالها لا تستطيع، الدولة لحالها لا تستطيع.
الدولة مع قطاع الأعمال والتجار الكرام مع المجتمع المدني كلياتنا نعمل مع بعضنا ونكمل مسؤولية. فأرجو أن أبعث رسالة تفاؤل لكم. سوريا إلى خير، سوريا إلى ازدهار، سوريا إلى بناء، مجتمعنا سنصلحه، ومجتمع سيكون يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز قضى على الفقر بسنتين و4 أشهر. نحن سنحاول أن نقلده، وسنحاول أن نقتدي به، وسنحاول إن شاء الله أن نقضي على الفقر في سوريا بإذن الله. بعون الله سنقضي على الفقر وقادرون، ولا نحتاج أحد، لا نحتاج أحد. نحن اليوم زدنا الرواتب زيادة لا بأس بها، هناك زيادات أخرى قادمة. زدنا رواتب قطاع العدل وقطاع القضاء بنسبة كبيرة. اليوم القاضي أصبح محصن. الرواتب المعلمين والأطباء إن شاء الله في الأسابيع القادمة ستشهد زيادة ملحوظة كبيرة. العام القادم في زيادة للكل. هذا كله حققنا من مواردنا الذاتية، ولم نستدن ليرة واحدة، ولم نأخذ ليرة واحدة من أحد. حتى هذه اللحظة ما أخذنا شيء من حدا. طبعا اللي عم يساعدونا كتر الله خيرهم، اللي بحب يساعدنا بحب يساعد سوريا بنحطه على راسنا، ممتنين. لكن احنا لا نطلب مال من أحد، ولا نعتمد على أحد إلا على الله عز وجل وعلى أبنائنا وقدرتنا. وإن شاء الله سوريا إلى خير، اطمئنوا. وأنا وزير المالية، أنا خادم لكم جميعا. شكرا. طبعا أنا ما في كلام بعد كلام سيادة الوزير، لكن أقول كلمة قلتها له. قال لنا معالي وزير الأوقاف، قال الحمد لله أن أكرمنا الله بوزراء يشبهونه. الحمد لله. ولذلك رسالة الخطبة يعني والطلب لكم جميعا أن تدعوا لمعالي الوزير بأن يسدده الله، وأن يعينه الله، وأن يوفقه الله، وأن يكون معه بهذه الأمانة. ونحن كأنه الحمد لله شاعرين الحمد لله بأنها هذه الفجوة اللي كانت موجودة بينه وبين المسؤولين والوزراء يعني الحمد لله الآن تردم. وإن شاء الله ستعود الثقة، ستعود الثقة بهذه يعني سواعد الأبطال اللي هن أنتم على الأرض ومن هم في مفاصل القرار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم ما فيه خير البلاد والعباد. ونشكر معالي الوزير على هذه الكلمات الطيبة. ولا كلام بعد كلامي، هذا هو درس اليوم. إذا درس هو كلام معالي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله. لا كلام سيدي بعد كلام. هذا أحلى موعظة ودرس.